السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في مطبخ بوسي. لو اول مرة تشوفي قناتي اسعديني باشتراكك في القناة، ولو عجبك الفيديو لايك وشير كتير. نقول ايه بقى؟ نقول بلاها لحمة، بلاها فراخ، بلاها سمك، بلاها بيض، بلاها رز، بلاها مكرونة، بلاها طماطم، حتى الطماطم غليت. بلاها شاي، بلاها اي حاجة. ارخص حاجة في السوق دلوقتي هو الجزر، ب3 جنيه ونص. هو ده ارخص حاجة. طب هنعمل بيه ايه؟ هيقوي النظر. قلت لا يا بنتي يا بوسي، هاتي كيلو ونص ب5 جنيه، حلوة قوي قوي قوي. وبقية المكونات عندك في البيت. تعالي نعمل احلى مخلل جزر، بس هيفتح النفس عشان النفس بقت مسدودة خلاص. تعالوا كده هنشوف تخليل الجزر بجد تحفة جدا جدا. وفي كتير مننا ما بيستهوش ان هو يخلل الجزر، لان الجزر لما بيتخلل في البيت بيبقى طعمه جميل جدا جدا. واحنا تملي في اي مخلل كده بنروح اول حاجة واكلينها في المخلل الترش الطبيعي كده اللي احنا بنجيبه من عند الراجل. احلى حاجة انا اقول له كتر لك جزر، لان بيبقى احلى حاجة في المخلل. ده بالنسبة لي انا، لان انا بحب الجزر الصراحة. هنجيبه هنقشره زي ما انتوا شفتوا. التقشير معانا مش هياخد وقت خالص بالمقشره بتاعتنا او بالسكينه. هنكحته كده بالسكينه، مش هياخد وقت معانا. وهنقطعه بقى، عندك السكينه المشرشره ديت او بالمقشره اللي انا كنت ماسكاها من شويه. برضو فيها الشرشره ديت ان انت تقطعيه زي بتاع المحلات بالظبط. بقطعه حلقات، بيبقى صغير على قد البق كده، وبيبقى طعمه حلو. والسمك بتاعه يبقى كويس عشان ولا يبقى رفيع ولا يبقى تخين، عشان يبقى كله سوا واحد. دي اول حاجة في التقطيع. وبعد كده هنجيب بقى مية بتاعتنا، هنغليها في الغلاية او على البوتاجاز. لتر مية كده هنجيبه وهنغليه، وهنسيبه بقى يبرد لغاية ما ترجع برودة المية زي ما هي اكنها نازلة من الحنفية. هنسيبها تبرد خالص خالص خالص. وهنقول بقى المحلول لما يجي المحلول هنعمله. هقول لكم بقى التكات بتاعته. هيطلع معاكي ناجح. ولو انت عايزة تخزنيه لرمضان هيقعد مثلا 5 ايام بره التل يعني في المطبخ عادي. وبعد كده تحطيه في التلاجة، هيقعد معاكي بالشهور وبالسنين صدقيني، عن تجربة. هو والخيار. طبعا الخيار احنا عارفين لما احنا بنحطه بياخد وقت، يعني وقت بسيط، وبعد كده بيستوي، وبعد كده بيتهري مننا. الخليط بتاعي اللي انا بعمله دلوقتي دوت، والطريقه ان انا بحفظه في التلاجة بيقعد معاكي اكتر وقت ممكن. المهم نجيب بقى الميه بتاعتنا. ده لتر ميه غاليينه وسايبينه زي ما انا قلت لكم، سايبينه يبرد خالص لغايه درجه الميه العاديه. وبعد كده 2 سكر ممسوحين، و2 ملح هرمي، يعني معلقه. يعني هو يعتبر المقدار السكر نص مقدار الملح. حطينا معلقتين هرميين ملح، معلقتين ممسوحين سكر، ماشي. والليمونه ديت انا بحط في المحلول بتاعي بتاع اي تخليل. الليمونه ديت بجد بتخليه مقرمش وحلو وميزز كده وطعمه حلو قوي. ومعلقه خل زي ما احنا شفنا كده. وجبنا بقى فصين توم، يعني على حسب ما انت حابه بقى التوم. 5 6 فصوص كده نروح مقطعينهم. انا فتحتهم، عايزه تقطعيهم براحتك. انا فتحتهم كده ينزلوا بس الايه، نكهه التوم في الميه، وبيبقى طعم الجزر بجد جميل جدا. وهنا بقى حبيت احط الفلفل عشان يدي حمو شويه. قطعته كده زي ما انتم شايفينه في المحلول بتاعنا. والمحلول بتاعنا عايزه تحطي له شطه تاني حطي له، عايزه تحطي له هريسه. بس انا افضل الشطه بتدي طعم حلو وبيبقى حامي، وفي نفس الوقت ملهوش نكهه الهريسه اللي احنا عاملينها. دي المكونات بتاعتنا برضو هقولها لكم تاني. لتر ميه مغليه وسايبينها تبرد. 2 معلقه ملح هرميه، 2 معلقه سكر ممسوحين، ليمونه، معلقه خل نفس المعلقه اللي احنا حطينا بيها الملح والسكر.
بس مش اكتر ولا اقل. والثوم بتاعنا والفلفل بقى الحامي، انت براحتك، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه تحطيه مفيش اي مشاكل. كتري شويه الشطه بس شويه، معلقه شطه كبيره قوي كده وتروحي حطاها، هتديك الحمو الحلو. وشويه جزر بقى، ما اقدرش اقولك على طعمه بجد، بيبقى ميزز وحادق ومقرمش وكل حاجه. طبعا السكر احنا بنحطه عشان يخليه مقرمش وماده الحفظ بتاعنا. وهنجيب البطرمان بتاعنا ايا كان ونروح حاطينه. وطبعا لو يفضل ان هو يكون بطرمان ازاز متواجد ازاز، نحط بطرمان ازاز، ده هيساعد على حفظه فترة اطول ويبقى صحي. يعني انا بفضل ان هو يبقى حاجة صحية. هنحط بقى المحلول بتاعنا بعد ما احنا حطينا كمية الجزر. وطبعا فات حبة هحطهم برضو في بطرمان. عندي بطرمان اي بطرمان ازاز عندك، صلصة بتاع نسكافيه بتاع اي حاجة، بتروحي طبعا احنا عندنا بطرمانات كتير بتروحي حاطاه. وانا بفضل ان انا كنت بعمله الاول في البطرمانات الصغيرة ديت، عشان تيجي تفتحي على البطرمان بتبقى يعني بيبقى صغير كده وحلو وشيك كده، ويبقى خفيف عليكي ان انت تطلعي منه، ويبقى سهل عليكي وتبقي حاطاه على الرخامه، حتى بيبقى بيدي منظر حلو. بس يعني هو ده الهدف منه. وطبعا هحط بقى، هجيب بعد كده آه جزرتين 3 وهحطهم بقى في البطرمان. انا ما عنديش جزر، البطرمان يعني واخد 3/4، قلت هبقى اجيب جزرتين والحق احطهم قبل ما ايه ما يبتدي يتخلل معانا. وده البطرمان بتاعنا بتاع الجزر. وصدقوني احلى تخليل الجزر بالطريقه ديت هيقعد معاكي وقت طويل جدا. وعلى ثقه ان انا مجرباه بدل السنة سنين بالطريقة ديت. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم.